بص يا سيدي، الرومان يطردوا اليهود من فلسطين سنة 70 ميلادية، ومن وقتها لحد سنة 1948 واليهود تايهين في الدنيا، مش ليهم دولة. انت ممكن تفتكر ان اسرائيل هي دولة اليهود الاولى او المحاولة الاولى لاقامة دولة يهودية، او ان الفكرة كانت خاصة بتيودور هرتزل لوحده. لا، ده كان في محاولات سابقة لانشاء دولة يهودية، وما كانتش مجرد اختيارات على ورق، دي كانت محاولات جدية. اتسرقت اراضي واتبنى مدن عليها، وكانت مستنية تجمع الشعب اليهودي. تعال معايا نروح لقبل هرتزل ب100 سنة. كان في يهودي أمريكي اسمه مردخاي مانويل نوح. مردخاي كان بيحاول يأسس دولة يهودية واختار ليها اسم أرارات، ومكانها كان في مدينة نيويورك الأمريكية. مردخاي اللي اتولد في أمريكا سنة 1785 ميلادية، اشتغل في الشرطة والجيش والصحافة، وكمان الرئيس الأمريكي جيمس مونرو عينه قنصل لأمريكا في تونس. مردخاي وقتها كان عنده 28 سنة. كانت شغلته إنه يفرج عن البحار الأمريكان اللي كان بيتقبض عليهم في المنطقة، بس هو كان بيدفع مبالغ فدية كبيرة، وده كان على حسب عقيدته اليهودية. وهنا قرر الحكومة الأمريكية إنها تعزله من منصبه. سنة 1820 يبتدي مردخاي يفكر في إنشاء دولة يهودية علشان تكون ملجأ لليهود اللي موجودين في كل مكان في العالم، والدولة دي تبقى على أراضي أمريكية. وبدأ يشتري الأراضي اللي كانت موجودة جنب شلالات نياجرا، وبعت الهنود الحمر وطلب منهم إن هم يعيشوا معاه في دولته. كان عنده اعتقاد إنهم من نسل قبائل بني إسرائيل المفقودة. بعد 5 سنين مردخاي يعلن عن اسم الدولة، دولة أرارات اليهودية، وده نسبة لجبل أرارات اللي وقفت عليه سفينة سيدنا نوح. وده طبعا حسب المعتقد اليهودي. مردخاي بعت المندوبين بتوعه لأوروبا علشان يروج لدولته الجديدة، بس محدش اهتم بالفكرة. لكن جات لهم فكرة تانية، اليهود بيحاولوا يتجمعوا علشان يهدوا الدول الأوروبية واللي انطردوا منها قبل كده، وعليه تبتدي تظهر المقترحات لبناء دولة يهودية. وأي مصيبة هتلاقي فيها بريطانيا. في مقترح اتقدم اسمه مقترح أوغندا البريطاني، واللي كان عبارة عن إنشاء دولة يهودية في شرق أفريقيا. الاقتراح ده كان مقدمه واحد اسمه تشامبرلين وزير الاستعمار البريطاني، واللي قدمه سنة 1903 لتيودور هرتزل ومجتمع الصهاينة. عرض عليهم 13,000 كيلومتر مربع على هضبة ماو، واللي معروفة النهاردة بدولة كينيا. العرض ده كان رد على المذابح اللي حصلت لليهود في روسيا. اتعرضت الفكرة على المؤتمر الصهيوني سنة 1903، واتوصفت الأرض بأنها أرض مقدسة سابقة. لكن في مجموعات اعترضت على الاقتراح ده علشان ده هيصعب إقامة دولة يهودية في فلسطين بعد كده. وقبل التصويت اعترض الوفد الروسي، وتم تمرير اقتراح للنظر في الخطة. وسنة 1904 يبعتوا وفد يعاين الهضبة كان ارتفاعها مناسب للمواطن الأوروبي، لكن الوفد يلاقي الأرض خطيرة لأنها كانت مليانة بالحيوانات المفترسة، ده غير سكانها اللي كانوا معترضين على الاحتلال الأوروبي. وسنة 1905 الصهاينة يرفضوا العرض البريطاني، لكن يطلع مجموعة ويشكلوا المنظمة اليهودية الإقليمية، واللي كان هدفها إقامة دولة يهودية في أي مكان. وسنة 1928 ستالين يقرر إقامة دولة يهودية تبقى داخل الاتحاد السوفيتي، الدولة اللي هتكون جنب نهر أمور، وده في الشرق الأقصى في روسيا. سنة 1934 الحكومة تقبل الخطة، وسنة 1938 تتأسس الدولة على الخطة اللي حطها ستالين. كل قومية داخل الاتحاد السوفيتي هيبقى ليها إقليم خاص بيها، وهتبقى كل الأقاليم دي تحت الحكم الاشتراكي، لكن ده هيبقى فيه تهديد مفترض للاتحاد السوفيتي. الدين اليهودي يعترض مع سياسة الإلحاد الرسمية للدولة. الاتحاد السوفيتي كان دولة ملحدة، والصهاينة عايزين دولة إسرائيلية حديثة، واللي اتعارضت مع الفكرة الروسية عن القومية. ستالين كان عايز دولة صهيونية على النظام السوفيتي، وما يبقاش فيه اعتماد على اللغة العبرية ولا الهوية اليهودية، والاعتماد الأكبر يبقى على الأدب والفنون الاشتراكية. ستالين كان مختار أرض بعيدة عن العاصمة، أرض قريبة من الحدود الصينية، وكان عايز يبعد اليهود عن مركز السلطة، ده غير إن جغرافية الأرض دي كانت صعبة ومش أي حد يقدر يعيش فيها. وبدأت فكرة الترويج للدولة اليهودية داخل الاتحاد السوفيتي. اتفتحت جريدة واتسمت شوارع الدولة بأسامي يهودية، ده غير المنشورات اللي اتوزعت على كل الأحياء اليهودية، واللي نشرت قصص عن هروب يهود أمريكا للاتحاد السوفيتي. وتتبني الدولة فعلا، لكن الفكرة ما تنجحش، وتنتهي بحاجة اسمها مؤامرة الدكاترة، واللي اتهمت الدكاترة يهود أو غير يهود باغتيال قادة الاتحاد السوفيتي، ده غير إصرار النخبة على إقامة إسرائيل كدولة يهودية. فستالين عمل موجة تطهير لليهود اللي موجودين في روسيا، ويتقبض على كل قادة اليهود داخل الاتحاد السوفيتي، وينتهي حلم ستالين ببناء دولة إسرائيل داخل الاتحاد السوفيتي. ونروح لألمانيا سنة 1940. كان في باحث ألماني عنده خطة لبناء دولة يهودية. الباحث قدم المقترح ده للحكومات الإنجليزية والبولندية والفرنسية، وبعدها
يتبنى المقترح ألمانيا النازية. هنريش هيملر اللي يعتبر واحد من أقوى رجال هتلر عجبته الخطة وقدمها على أن يتم تهجير اليهود لأي مستعمرة ألمانية أو أفريقية. في الوقت ده ألمانيا كانت بتجتاح فرنسا، وكان واضح أن المستعمرات الفرنسية هتروح لألمانيا وممكن تتنفذ خطة هيملر اللي اتسمت بخطة مدغشقر. كان في إحساس أن في سلام محتمل هيحصل مع إنجلترا، ولا هيخضع البحرية الإنجليزية لتنفيذ الخطة. هتلر عجبه الكلام ده ووافق عليه، وسنة 1940 يصدر أدولف أيخمان مذكرة. أيخمان اللي كان مسؤول عن تهجير اليهود خارج ألمانيا. المذكرة كانت بتنص على إعادة توطين مليون يهودي كل سنة، وهتمشي الخطة دي لمدة 4 سنين كاملة مع حكم الجزيرة كدولة بوليسية تحت حكم قوات الأمن الخاصة. بس يتم تأجيل الخطة بعد فشل الألمان في الحرب العالمية، وسنة 1942 يتم التخلي عن الفكرة كلها ويتم تبني فكرة قتل اليهود في ألمانيا. ومن ضمن الدول اللي كانت في الصورة كانت استراليا، واللي عرض الفكرة دكتور إسحاق شتاينبرج، وده كان دكتور يهودي روسي. سنة 1935 إسحاق يأسس رابطة فريلاند في أمريكا، كان عنده نية توطين 75,000 يهودي في استراليا، ويتم اقتراح ولاية تسمانيا لإنشاء دولة يهودية. الفكرة دي عجبت رئيس وزراء تسمانيا واللي كان بيروج ليها سنة 1941، لكن إسحاق يموت وتموت فكرته معاه. والنهاردة بنشوف اليهود وهم سارقين أراضينا وبيقتلوا إخواتنا وأهالينا، لكن نصر الله قريب. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم أحمد عوض، واستنوني الحلقة الجاية. سلام.